يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. مكرونة بالصلصة دي أكلتنا الرسمية، دايما موجودة في كل الأوقات. أكلة سهلة وسريعة وطعمها لذيذ وكل اللي في البيت بيحبوها. لكن لو عايزة تعملي الصلصة بطعم مميز قوي، تعالي جربي الطريقة اللي النهاردة هتشوفيها. هتخلي المكرونة طعمها في حتة تانية. يلا بينا نبدأ. وفي الأول كده بسم الله. معايا 1.5 كيلو طماطم، غسلتها وقطعتها وحطيتها في الحل، وبصلتين حجمهم وسط برضو قطعتهم وحطيتهم في الحل، ومعايا 8 فصوص توم حجمهم كبير، قطعتهم شرايح وبرضه حطيتهم في الحل. نرفع كل المكونات دي على نار متوسطة الأول علشان الطماطم من تحت ما تتلسعش. بعد كام دقيقة كده هنلاحظ ان الطماطم نزلت ميتها. هنقلبها ونغطيها ونسيبها تستوي على راحتها. على ما تبتدي تاخد كام غلوة نحط المية على النار علشان نسلق المكرونة. حطيت حلة مية على النار وحطيت فيها معلقتين ملح كبار ونزلت بالمكرونة. 8 دقايق بالظبط والمكرونه تبقى مستويه مظبوط. بس احنا لو عايزينها 3/4 تسويه يبقى 6 دقايق وكفايه قوي. نشيل المكرونه من على النار ونحطها في المصفى ونشغل عليها الميه لحد ما تبرد ونركنها تتصفى براحتها. نرجع للطماطم والبصل، هنلاقي ان الطماطم استوت، وطبعا شايفين نزلت ميه كتير، احنا ما حطيناش ميه اصلا في الحل. كده البصل استوى بقى طري خالص، والطماطم نشيلها من على النار ونبتدي نفرمها. وممكن نستخدم الهاند بلندر او الخلاط. الطماطم طريه والبصل طري فهيتفرم معانا على طول. بعد كده هحط ربع كوبايه زيت تقريبا في الطاسه او في الحله، واول ما يسخن بسيط هنزل بمعلقه توم مفروم كبيره، وهبتدي اشوح التومه كده بسيط لحد ما تاخد لون ذهبي بسيط قوي. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره هريسه الفلفل الاحمر الحار، ممكن نستخدمها حار وممكن نستخدمها فلفل بارد على حسب ما انت مفرزاها ازاي عندك، او انت عامله الهريسه ازاي عندك. مجرد بس ما الهريسه كده والفلفل ريحتهم تطلع مع بعض، يعني خدت 30 ثانيه تقريبا، نص دقيقه كده شوحتهم مع بعض. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار خل. انا من الازازه كده حطيت مقدار معلقتين بس. الخل هنا هيخلي الخلطه دي او الدقه دي اللي احنا هنعملها للصلصه تحفه. بعد ما حطيت الخل نزلت بالصلصه على طول او الطماطم على طول. نزلت بكميه الطماطم كلها، اديتها تقليبه، والنار عندي متوسطة او ممكن اقل من المتوسطة، وهغطيها وهسيبها بقى تتسبك براحتها. مش هتاخد وقت كتير، الطماطم واخدة كمية من التسوية طبعا كبيرة، وطبعا مفرومة ناعم فمش هتاخد وقت كتير. 10 دقايق ربع ساعة وهتلاقي ان الصلصة معاكي تقلت واتسبكت وبقت ممتازة. نبتدي بقى هنا نحط الملح، ولو انت التوم دقه مع ملح تخلي بالك تحطي شوية صغيرين. حطيت الاول معلقه صغيره فلفل اسود ورشه كمون بسيط، اقل من ربع معلقه صغيره كمون. وبعد كده حطيت معلقه صغيره ملح ونص كوبايه ميه، وممكن نحطها ميه المكرونه. بس ميه المكرونه طبعا انا دلقتها كلها، فلو انت بتحبي تحطي ميه المكرونه حطي نص كوبايه، لان الصلصه بتكون تقيله خلاص بعد التسبيك. كده خلاص الصلصه جاهزه معانا. نرجع للمكرونه. طبعا المكرونه انا سلقاها من الاول، وما بحطش زيت انا في ميه السلق، يعني غالبا ما بستخدمش زيت، لكن لما بحب المكرونه تفك من بعض بحط لها معلقتين ميه وبقلبها بتفرفط من بعض خالص كاني حاطه لها زيت بالظبط. فتقدروا تستخدموا الميه او الزيت زي ما تحبوا. كده مش فاضل غير ان احنا نقدم المكرونه، نجيب طبق التقديم وننزل بالمكرونه ونحط الصلصه على الوش، او نقلب الصلصه كلها مع المكرونه في الحل. كلنا بنعمل المكرونة وطريقتها سهلة، والصلصة مفيش أسهل منها، لكن الحاجات البسيطة اللي احنا عملناها النهاردة في طريقة الصلصة خلت فعلا الطعم والريحة مختلفين. الخل مع الهريسة مع البصل اللي استوى مع الطماطم، كمية التوم اللي اتحمرت في الزيت، فعلا الصلصة مختلفة، طعمها أحلى بكتير من الطريقة العادية. جربوها وهتشوفوا بنفسكم قد ايه الطعم مميز. هنا انا قلبتها كلها مع بعض علشان تشوفوا المكرونة شكلها يفتح النفس بجد. انا كمان هدوقها، فعلا فعلا هايلة. طريقة بسيطة وسهلة، وهتغير لك طعم المكرونة ان شاء الله للأحلى. ولما تجربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم.